ابسط طريقة تعملوا بيها البوري المشوي سنجاري بدون صوص وبدون اي حاجة، توابل بس، ده اللي هنعمله النهاردة. يا رب الفيديو يعجبكم. تعالوا نبدأ الحكاية من البداية ونشوف هنعمل ايه مع بعض. بالنسبة بقى للسنجاري، خلي بالكم معايا كده، ركزوا. السنجاري ابو شبك بيختلف عن السنجاري اللي بيتعمل في سيلفر او في صواني. تمام؟ ابو شبك ما ينفعش نقشره من تحت عشان ما يلزقش، والصوص بتاع السنجاري وخلطته مختلفة ومتنوعة، وكل فين وفين كده هننزل طريقة للسنجاري مختلفة وطريقة جديدة. احنا عملنا له فيديوهات قبل كده كانت مبسطة وكانت حلوة وكانت مية مية والناس شكرت فيها. النهاردة انا ببسط الامور اكتر واكتر. تمام؟ الناس اللي هتقول لي بقى احنا عايزين صوصات كل شوية وحاجات مش عارف ايه، يا جماعة السنجاري مع الخلطة والصوص بتاعه اما اصفر او ابيض او احمر بيمشي معاه اي حاجه السنجاري. بس عايز انوه لحاجه، الناس اللي بتحب تنظف وتقشر وتقصقص دي طريقه تانية مختلفه بتتعمل في سيلفر كده بالخلطه والحاجات بتاعتها. النهارده انا ببسطها خالص، بنعملها على شبك اما في الشوايه او ايه او على الفحم، بنقلبها شمال ويمين. الصوص الاحمر والصوص الاصفر والصوص الابيض، وفيه تاني بيتعمل سنجاري على الجريلا كده ان شاء الله باذن الله هنتكلم عنه في الايام اللي جايه. اما خليكم معانا النهارده في الفيديو ونشوف الطريقه هنعمل بها السنجاري ازاي. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا باللايك، وذكر الله هو الاهم، والصلاه للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. ويا رب يكون فيديوهاتنا بتعجبكم، ولو عجبكم اي فيديو شاركوه للغير، خلي غيرنا يستفيد معانا. يلا بينا مع بعض. اختاروا دايما الحجم الكبير في البوري لما تيجي تعملوه سنجاري، يعني السمكية لازم تعدي النص كيلو، ده الافضل يا جماعة، من نص كيلو الى كيلو. تمام؟ عشان هنعملها على شبك يطلع اللحم فيها كده حلو. وطبعا البوري دايما هو الافضل في السنجاري. بنفتحه من ظهره وبنشيل منه السلسلة، بنغسله غسلة كويسة، وبعد كده بناخده بقى نفرده. طبعا الغسيل يا جماعة يكون بفرشة عشان تشيل الشوائب وتخلي شكل البورياية ابيض ولحمها نضيف قدام حضراتكم كده. البهارات المتاحة في البيت: الكمون والكزبرة والكاري والشطة والملح. حلو قوي. بنبدأ نرش بقى البهارات بتاعتنا كده بالمقادير المناسبة لكل بورياية اهو، رشة كده على خفيف واحدة ورا التانية، الكمون والكزبرة والملح والكاري، ولو عندكم شطة زي ما قلت لحضراتكم. وخلي بالكم هنا احنا بنعمل بهارات على الناشف، بس ايه، انا بنصح بشوية توم تضربوهم في الخلاط مع عصير الليمون، واي زيت عندكم، زيت زيتون، اي زيت موجود في البيت، تضربوا كله في الخلاط. وبعد ما تتبلوا البوري بالشكل ده كده على الناشف، تعملوا ايه، ترشوا بقى الليمون والتوم كده على البوري قبل ما تعملوا الخلطة اللي هقول حضراتكم عليها. احنا طبعا موجود عندنا في البيت البصل والفلفل والطماطم والكرفس، لو عندكم مفيش كرفس بلاشه خالص. اهم حاجة البصل والفلفل والطماطم نقطعهم سلايز او طرنشات، وبعد كده نروح نحطه الخلطة، نحط الخلطة في قلب السمكية بالشكل ده كده. احنا هنا رشينا التوم بقى والكاري والحاجات الحلوة. دخلنا السمك الشواية في الشبك بعد ما رصناه زي ما حضراتكم شفتم كده، وطبعا سيبناه لما خد الوش المناسب. الزيت اللي حطيناه مع الليمون بلون معايا السمكية، يديلها لون حلو قوي. طيب لو الزيت قليل بنرش على البوري زيت قبل ما ندخله الشواية او الفرن، نسيبه ياخد اللون اللي احنا عايزينه، وبعد كده نحطه على الشواية من فوق، هيستوي من تحت ومن فوق ويطلع معانا. بنقدمه بقى البوري مع بطاطس شيبسي، مع اي نوع جمبري، اي نوع سمك تاني معاه، يكون جنب منه كده سلطة بدنجان مخلل، اي حاجة بتحبوها مع البوري هتمشي معاه، سواء بطاطس بونفريت او بطاطس تقلوها او اي سلطة كده. انا عملت البوري السنجاري المشوي على شبك، اعملوه على الفحم او على الشواية او في الفرن، يطلع بالروائع الحلوة دي ان شاء الله باذن الله. لسه هنتكلم عن السنجاري وصوصاته برضو المختلفة، بس كل فين وفين كده بأبدع ليكم او بقدم لكم طريقة مختلفة. اللايك والشير ما تنسوش، وبالله عليكم ما تنسوش ذكر الله والصلاة على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، والاشتراك في القناة، تفعيل الجرس للكل. الى ان اراكم دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.